جربتي قبل كده انك تجيبي ذرة الفشار وتضربيه في الخلاط؟ بجد ربنا يكرم اللي اخترع الوصفه دي. عايزه اقول لكم طلع معايا بجد روعه، لدرجه ان بنتي وجوزي طلبوه ان انا اعمله لهم مره واتنين وتلاته. في الاول بقى زي ما انتم شايفين كده، معانا كوبايه من ذرة الفشار، تقدري تستخدمي نص كوبايه بس انا هنا استخدمت كوبايه من ذرة الفشار، حطيته في المطحنه بتاعه التوابل اللي هي بتاعه الخلاط وطحنته ناعم جدا. عايزه اقولك ان هو طبعا ما بياخدش اي وقت خالص في الطحن، بس اهم حاجه واهم خطوه ان احنا بنجيب المنخل بتاع الدقيق ونبدا بقى نطحن الدقيق ده. ما هو دلوقتي بقى معانا دقيق ذره، هنبدا نطحنه ناعم جدا بحيث ان هو الجزء الخشن اللي فيه ده مش هينفع نستخدمه معانا في الوصفه. هناخد بقى من الدقيق ده، طبعا شايفين ما شاء الله بقى ناعم جدا معانا، ده طبعا القوام اللي احنا عايزينه، زي الدقيق العادي الابيض اللي احنا بنستخدمه. هنستخدم دلوقتي او هنحتاج في الوصفه بتاعتنا 3 معالق كبار من دقيق الذره. تمام. اما بقيه الكميه اللي احنا طحنينها هحطها في كيس وابقى استخدمها في وصفه تانية. اما بقى الجزء الخشن اللي بقى معايا من الدقيق ده هستخدمه بقى في وصفه بانيه، في وصفه كنتاكي. يعني هغلف بيه الكنتاكي من بره، بيبقى حلو جدا وجميل قوي. هغطيه طبعا او هقفله كويس وهحتفظ بيه لوقت يعني لما اكون محتاجاه هطلعه واستخدمه على طول. نرجع بقى الوصفه بتاعتنا. تمام. ان انا جبت 3 معالق كبار من دقيق الذره، هحط عليهم كوبايه من الدقيق الابيض العادي. تمام. وهضيف عليهم معلقتين كبار مليانين من النشا، وكمان معلقه صغيره مش مليانه من البيكنج باودر. وتقدري كمان تخلي كميه البيكنج باودر معاكي نص معلقه صغيره. هنضيف رشة صغيرة من السكر، وشوية كده صغيرين من الملح، وكمان شوية كده صغيرين من الثوم البودرة، وكمان نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة من الكركم أو الكاري، ورشة صغيرة من البصل البودرة. دي احنا بندي للدقيق معانا ريحة توابل كده بتطلع في الآخر معانا جميلة قوي. هنقلب بقى المكونات الجافة مع بعضها كويس، وهنجيب دلوقتي يعني نص كوباية من المية، هنضيفها بالتدريج. اهم حاجه مش عايزين نضيف كميه ميه كتير، لان دي الذره مش بياخد معايا ميه كتير، يا دوبك على قد ما العجينه بتاخد معايا ميه بنوقف على طول. وعايزه اقول لكم بقى ان احنا مش بنعجنها خالص، احنا يا دوبك بنلم بس العجينه كده بايدينا. اول لما بنحس ان هي ما عادش محتاجه ميه، خلاص هي كده العجينه بقت مناسبه جدا معانا. هنكورها على شكل كوره، وبعد كده هنقسمها على جزئين، وكل جزء هنكوره على شكل كوره صغيره بالحجم اللي انتوا شايفينه. ودي كده اول مرحله من الشغل جاهزه معانا. تعالوا بقى اقول لكم المرحله التانية هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين انا هشتغل على طول، طبعا احنا مش بنسيب العجينه تريح ولا حاجه، احنا بمجرد ان احنا بنكورها نبدا نشتغل فيها على طول. طبعا المكان اللي احنا هنشتغل فيه هنرشه بشويه من الدقيق، هنحط العجينه، هنحط كمان عليها شويه من الدقيق، وهنبدا نفردها بالنشابه بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا عايزه افردها على شكل مستطيل، يكون سمكه مش رقيق قوي، وفي نفس الوقت مش تخين، يعني انا عايزاه يكون سمكه اقل من وسط. تمام. طبعا انا خلاص فردتها بالسمك اللي انا عايزاه. هبدا بقى ان انا اساوي الاطراف باي قطاعه عندك، باي سكينه هتبداي بس تساوي الاطراف. وخدوا بالكم ان الاجزاء اللي باقيه من العجين اللي احنا شلناها اللي احنا مساويين بها يعني الاطراف دي، بنرجع مره تانية ونبدا برضو ان احنا نفردها، يعني احنا بنرجع نستخدمها مره تانية. وهنا بقى قطعت العجينه بالطول، وبعد كده رجعت قطعتها بالعرض. يعني حاولت ان انا اعملها بشكل متساوي، يعني جبت كده على قد 3 صوابع وكنت بقطع زي ما انتم شايفين. طبعا العجينه سهله، ما بتاخدش وقت في العجن ولا بتاخد وقت خالص في الفرد، لانها سهله قوي وكمان سريعه، ما بتاخدش معايا اي وقت نهائي. وكل جزء من العجينه اللي احنا قطعناه له مربعات صغيره هنقطعه لجزئين، بحيث في الاخر ان الشكل يجي لي على شكل مثلث زي ما انتم شايفين. طبعا الكميه ما شاء الله، كوبايه الدقيق بتعمل معايا كميه كتيره جدا. يعني انا بصراحه مش عايزاكي تزودي كميه الدقيق او تحسي ان كميه الدقيق قليله، لا بالعكس، كميه الدقيق دي ما شاء الله بتطلع معايا كميه كبيره وكميه حلوه قوي. طيب، انا مش عايزه استخدم ذره الفشار وعندي دقيق ذره يموليل، ينفع استخدمه؟ طبعا. احنا اصلا الفكره هنا ان احنا اصلا مش بنلاقي في المحلات اللي موجوده جنبنا ان متوفر فيها دقيق الذره. ففي وصفات كتيره قوي بنبقى محتاجين فيها دقيق ذره فمش بنلاقيها. فالفكره هنا ان احنا بنجيب ذره الفشار وبنطحنه. وبالمناسبه الفكره دي مش بتاعتي خالص، الفكره دي بتاعت الشيف ايناس عباس. انا طبعا بتشكرها جدا على الفكره، وبقول لها بجد ربنا يكرمك على الوصفه الجميله دي، لانها فعلا انجزت
انجزت معايا وطلع طعمها حلو قوي. طبعا زي ما انتم شايفين، او هنرجع للوصفه بتاعتنا. شكلنا برضو الجزء التاني من العجين وبدانا نسوي الاطراف، وزي ما قلت لكم الجزء اللي هو بيبقى متبقي معانا او اللي احنا قطعناه ده بنرجع مره تانية نكوره على شكل كوره وبنرجع نفرده مره تانية. طبعا هنا انا حبيت اعمل شكل المقرمشات اللي احنا بنشتريها من بره، فزي ما انتم شايفين بنبدا نقطعها على شكل مثلثات صغيره. طيب احنا بعد ما بنخلص العجينه بنشتغل على طول ولا بنسيبها ترتاح؟ احنا ما بنسيبش العجينه ترتاح خالص، هو كله ورا بعضه. اصلا عايزه اقول لك ان الموضوع كله من اوله لاخره كده ما بياخدش معاكي اصلا ولا بيكمل معاكي ساعات زمن. طبعا بقى معانا بعد كده طاسه على نار عاليه، لازم الزيت يكون سخن جدا والنار لازم تكون عاليه. هبدا احط بقى المقرمشات، ما شاء الله بنلاقيها ان هي اتنفخت معايا قوي. ولو انت مش عايزاها تتنفخ معاكي قوي، حطي المقرمشات والزيت ما يكونش سخن، الزيت يكون بارد شويه، مش هتتنفخ معاكي وهتديكي قرمشه اكتر من القرمشه اللي طالعه معايا في الفيديو. بس هو هنا كان بصراحه ما شاء الله شكلها حلو وكمان مقرمشه معايا. بس لو انت زي ما قلت لك عايزاها مقرمشه اكتر، تقدري كمان تجيبي شوكة وتبدأي تعملي فتحات في العجينة، فمش هتتنفخ معاكي وهتطلع معاكي مقرمشة أكتر من كده بكتير. طبعا ما شاء الله حتى كمان كمية المقرمشات معايا لما حطيتها في الزيت ما أخدتش معايا أي وقت، يا دوبك في ثواني برضو. يعني هي ما بتقعدش وقت طويل في الزيت، يعني يا دوبك بتحطيها بتاخد لون أو بتتنفخ معاكي وبتطلعها على طول، تحطها بقى على مصفى أو تطلعيها على مناديل مطبخ. أهم حاجة هي ما شاء الله بتديكي كمية في الآخر كتيرة وكمان مقرمشه وحلوه معاكي قوي قوي، واحسن بكتير من الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره ومش عارفين هي معمول فيها ايه. شايفين بس شكلها عامل ازاي تحفه، سامعين بس القرمشه. وزي ما قلت لك لو عايزه قرمشه اكتر تقدري تعملي اللي انا قلت لك عليه. ولو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت بس لايكات حلوه على الفيديو، وكمان تكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد. وعايزه اقول لكم بجد ان انا زعلانه منكم، لان بصراحه الواحد بيتعب وانا بتعب في الفيديوهات كتير قوي وفي الاخر مش بلاقي تفاعل حلو منكم. فياريت بس لو نقدر بس المجهود اللي بيتعمل على الفيديوهات، ونحط بس لايك كده حلو وكمان تعليق حلو منكم. شايفين بس شكلها عامل ازاي تحفه. طبعا انا هنا تبلتها بشويه صغيرين كده من الملح، وكمان كان عندي طعم الجبنه حطيت كمان كده عليه شويه. عايزه اقول لكم بقى لو انت عندك طعم الشطه والليمون تقدري تضيفي اي حاجه متوفره عندك حابه تدي فيها نكهه للمقرمشات دي، تقدري ان انت تعمليها على طول. وطبعا بقى هنا حطيتها في اطباق التقديم بحيث طبعا ان العين بتاكل قبل الفم. وطبعا بقى زي ما انتم شايفين بصوا تحفه. عايزه اقول لكم بقى احنا قعدنا عليها كده خلصناها كلها. وكمان كنت حابه اقول لكم على حاجه، ان لو انت بتخافي ان هي تطرى معاكي بعد شويه، تقدري تجيبي كيس من اكياس التلاجة تحطي فيها المقرمشات دي وتقفليه كويس قوي، خلاص هيفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته حتى لو قعد معاكي يوم او يومين. بصوا بقى وصفه سهله وسريعه، ويمكن او حاجاتها كلها تلاقيها متوفره عندك. وتقدري كمان زي ما قلت لك تستخدمي ربع كوبايه من ذره الفشار او نص كوبايه. وطبعا بقى ما ينفعش يعدي اي فيديو من غير ما اسالكم السؤال ده، برايكم بقى الوصفه دي تستحق كام على 10؟ سيبوا لي طبعا ارائكم تحت في الكومنتات، ويلا بقى قدموها بالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ويا ريت ما نبخلش على الفيديو بلايك وتعليق. باي باي.